السلام عليكم، ازيكم؟ معاكم فاطمة ابراهيم. النهاردة هنعمل حلاوة طحينية في البيت بطريقة سهلة جدا، واكيد طبعا احلى وانضف من الجاهزة. يلا نشوف الطريقة وجربوها وهتعجبكم قوي. هنحط في بولة كوباية سكر بودرة، معاهم كوباية لبن بودرة او اللي هو اللبن النيدو، معاهم ذرة حبهان مطحونة صغيرة جدا بتدي طعم حلو قوي، معاهم 3 معالق كبار فستق، هو اختياري، ممكن نحط فستق او سوداني وممكن نعملها سادة من غير مكسرات خالص. وهنحط عليهم كوباية طحينة خام، ونخلط المكونات دي كلها كده مع بعض كويس قوي، نبقى بندعك فيهم كده بايدينا لغاية ما يختلطوا مع بعض كويس، وبيبقى ملمسهم كده مرمل شوية، بتبقى طرية في الاول، لما بتدخل التلاجة بقى اللي بتمسك نفسها كويس. بس مهم قوي نتأكد ان السكر البودرة مع اللبن النيدو اختلطوا كويس مع الطحينة، ونحطها في اي علبة موجودة عندنا، ويفضل ان احنا نحط جواها كيس بلاستيك علشان نعرف ننقلها منه بسهولة بعد كده. بس يعني مش مهم قوي، نقدر برضو ان احنا نحطها في العلبة على طول، بس انا علشان اطلعها لكم كده واوريها لكم بعد ما تخلص حطيت كيس بلاستيك علشان يمسكها ونعرف نطلعها بسهولة. ومهم قوي لما نحطها في العلبة بتاعتنا نضغط عليها كده كويس قوي علشان نخليها على شكل قالب بعد كده. لازم ان احنا كده بايدينا نبقى بنسويها كويس وبنضغط عليها. ولو هنعملها بالفستق نحط برضو على الوش كده شوية فستق علشان يديها شكل وقرشة حلو. وزي ما قلتلكوا احنا ممكن نشيل الفستق خالص ونعمل الخطوات كلها عادي جدا باستثناء الفستق، نفس المقادير نفس الخطوات بالفستق او من غيرها، الاتنين واحد. بس هو الفستق طبعا بيديها كده قرشة حلوة قوي وبيديها طعم جميل جدا خصوصا مع الحبهان المطحون. مهم كده بس ان احنا نضغط عليها كويس ونقفلها ونحطها في التلاجة. يفضل ان احنا نحطها من 4 ساعات ل6 ساعات علشان تتماسك كويس. وهنعمل دلوقتي اللي بالشوكولاتة، هتبقى برضو نفس المقادير بتاعتنا، هنحط كوباية لبن بودرة على كوباية سكر بودرة على ذرة الحبهان بتاعتنا، وهنخلطهم مع بعض كويس، وننزل عليهم بكوباية الطحينة وبرضو نخلطهم مع بعض كويس جدا. هتبقى هي نفس الخطوات بالظبط. وبرضو في المرحلة دي لو عاوزينها سادة هنشيلها زي ما هي كده في علبة بلاستيك في التلاجة من 4 ل6 ساعات، وتبقى الحلاوة بتاعتنا سادة. لو هنعملها بالشوكولاتة هنقسمها بالنص، وهناخد اول نص معانا وهنحط عليه كاكاو، دول معلقتين كبار من الكاكاو الخام، هنبدأ نخلطهم بالحلاوة بتاعتنا. لو لقينا ان الخليط بتاعنا متماسك قوي ممكن نزود معلقة طحينة صغيرة، بس انا ما كنتش شايفاه ان هو محتاج، ملمسه كده كويس. لو لقيناه اتخن من ده هنبدأ نحط معلقة طحينة زي ما قلتلكوا، ونخلطهم مع بعض وبرضو ننقلهم لعلبة بلاستيك. وممكن نعملهم بطريقتين، اول طريقة يبقوا طبقات فوق بعض، ناخد معلقتين من الحلاوة اللي بالشوكولاتة ونحط عليهم معلقتين من الحلاوة السادة، ونفضل نعملهم كده طبقات فوق بعض ونضغط عليهم كده جامد جدا بظهر المعلقة بتاعتنا. وممكن برضو ان احنا نحطهم جنب بعض مش فوق بعض، برضو بيدي شكل جميل جدا. نحط معلقة من الحلاوة السادة على معلقة من الحلاوة اللي بالشوكولاتة ونخلطهم كده مع بعض بالراحة. وبرضو في الاخر لازم نضغط عليها كويس جدا ونغطيها وندخلها التلاجة من 4 ل6 ساعات. مهم قوي قوي ان احنا ما نستعجلش عليها في التقطيع علشان تمسك نفسها كده كويس وتبقى متماسكة لما نيجي نقطعها بعد كده. دي اول حلاوة بقى عملناها اللي هي بالمكسرات، نقطعها مع بعض، شايفينها بقى بتبقى طالعة قالب كده حلو علشان سبتها في التلاجة 6 ساعات. نقطع حتة منها، شايفينها بتبقى جميلة جدا، وذرة الحبهان اللي احنا حطيناها عاملة ريحة حلوة قوي وطعمها كمان بيبقى جميل جدا. دي اللي بالشوكولاتة دي برضو الأطفال بيحبوها جدا، جربوهم وحسنا رأيكم. لو عجبكم الفيديو بليز اعملوا له لايك وشير وكومنت، وحسنا اشتراككم في قناة اليوتيوب وتفعيل الجرس. شكرا.